أرسنال بيفوز على ليدز يونايتد بخمس أهداف مقابل لا شيء في مباراة قوية جدا قدمها نادي أرسنال، كلها إيجابيات. سلبياتها الوحيدة الإصابات اللي حصلت. قبل ما نخش في الفيديو أتمنى إنك تكمل الفيديو للآخر، لو عجبك تعمل لايك وتشترك معانا في القناة لو أنت مش مشترك. خلينا على طول نخش في الفيديو. تاني وتالت وعاشر، وما بقاش إحنا بس اللي بنتكلم عن القوات الثابتة، ده بقى كل العالم بيتكلم عن القوات الثابتة نادي أرسنال. تخيل لما تكون جايب خمس أهداف، هدفين منهم ركنية، وفي اخر ست اهداف انت جبتهم ثلاث اهداف مدافعين هما اللي جايبينهم من ركنيه. تشوف تيمبر جاب جونين، مدافع جاب جونين. وممكن السيناريو ده يتكرر كتير الفتره الجايه بسبب التركيز على التطوير في الكرات الثابته. نقطه مهمه جدا. فلازم بقى لما نيجي نمدح صاحب الفضل ذات نفسه، اللي هو المدرب نيكولاس جوفر. ده ارتيتا طلبه بالاسم انه يكون موجود في الفريق عشان يدرب الفريق على الكرات الثابته ويحسن من جودتها. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه. اي حاجه عايز تعملها جيب اللي يقدر يعملها عشان يعملها. ما نجيش عندنا في مصر مثلا تلاقي المدير الفني لو ما فيش معاه مدرب لياقه ولا بدني تلاقيه هو اللي بيقوم بالدور ده، او رئيس النادي يكون بيتدخل في تشكيل الفريق. دي نقطه. بص الحاجات دي مهمه قوي. سيب كل حد لتخصصه. اهو ارتيتا ده مدرب، المفروض الكرات الثابته تكون من اختصاصه، بس جاب حد معاه في الجهاز المعاون عشان خاطر يهتم بالنقطه دي بس. والنتيجه مبهره زي ما احنا شايفين. العالم كله بقى دلوقتي شايف ارسنال خطير في الكرات الثابته. دي نقطه ودي حقيقه محدش يقدر يتجاهلها، والخصم بقى عارفها ومش قادر يوقفها. دي حاجه رهيبه. فاهم يعني؟ تخيل كده تكون عارف الخصم اللي ضدك نقط قوته ايه، ومش عارف انك توقف نقطه قوته. بصراحه شابوه لنادي ارسنال بشكل عام على انه بيشتغل على الكرات الثابته بطريقه تخليه من غير ما يلعب في الماتش يعرف يكسب، زي ما احنا شفنا بالظبط في ماتش مانشستر يونايتد. يعني هو ماتش مانشستر يونايتد مثال كويس على اللي انا بقوله، الحمد لله ان في مثال. يعني فرق ما لعبش كوره، جات له ركنيه رأسية جون، ماتش خلص الماتش، كسب، خد 3 نقط. اصل بص انت تخيل معايا كده، اي ركنيه بتيجي للفريق انت بتستناها تشوفها جون ولا لا؟ انت بتشوف خلاص دي فرصه محققه للهدف، شبه فاول محروم منطقه الجزاء مثلا، او يمكن اكتر كمان. نقطه قوه رهيبه لارسنال. ندخل بقى على جوكرز. بدايه موفقه ومهمه جدا جدا بالنسبه له وبالنسبه للناس اللي بتشكك في قدراته. قدر يجيب لك جونين في الماتش بتاع النهارده. هدف من ضربه جزاء، بس الهدف الاول يقول لك شكل المهاجم ده عامل ازاي. المهاجم ده مش بس مهاجم صندوق، ده بيقدر ياخد الكوره تحت رجله، بيقدر يدريبل بالكوره كويس، بيقدر يراوغ ويقدر يتعامل كويس قوي مع واحد ضد واحد، مش بس مقتصر دوره على انه يكون جوه الصندوق. ودي نقطه ما شفتهاش في مهاجمين كتير بصراحه. انت شوف كده كل المهاجمين اللي بيهدفوا لما ما بيطلعوش من بره منطقه الجزاء، وده مش غلط، ده دورهم، دي ميزه ان هو بيعرف يفنش. يعني هالاند كان بيتكلم قبل كده عن الموضوع ده، قال لك ان في ناس بتقول لي ان انا باخد مؤشرات، بقول لك انا وظيفتي مهاجم اخلص الكوره في الجون، وده صح 100%. بس جيوكيرز بيقوم بالدور ده بالاضافه الى انه بيقدر كمان يتعامل ويقدر ان هو يعني ايه، اللعيب خفيف، مش محطة تقيلة، مش زي هالاند. طبعا هالاند لعيب، ولسه لحد دلوقتي انا مش بحط جوكيرز في التصنيف بتاع هالاند، لان لو حطيت جوكيرز في التصنيف ده هبقى بظلم من الاثنين، بظلم هالاند اللي بيأدي اداء كويس ورهيب باستمرارية كويسة، وفي نفس الوقت هبقى بظلم جوكيرز اللي لسه اول ماتشين ليه في الدوري، من اللي مش مطالب فيهم يثبت ان هو شبه حد. بس عموما هي بداية مهمة جدا ليه، بتخليك تشوف ملامح بسيطة هل هو هيبقى في حته نونيز ولا في حته هالاند. زي ما احنا قلنا مش بتدل على اي حاجه، احنا لسه في بدايه السيزون. الاهم من ده كله ان ارسنال معاه 6 نقط من ماتشين. الفيديو اللي فات بتاع ارسنال مانشستر يونايتد اتكلمت على ان ارسنال هو اكتر فريق شايفه رشح للفوز بالبريمير ليج، لان الفرقتين اللي بينافسوه سواء سيتي او ليفربول بيمر في احلال وتجديد، فطبيعي ان هو يقع. سيتي وقع ضد توتنهام، ولسه هنشوف ليفربول هيعمل ايه ضد نيوكاسل، وهنشوف ليفربول هيعمل ايه ضدك انت. الماتش جاي ارسنال وليفربول، ماتش مهم قوي بالنسبه لارسنال. فزي ما انا قلت لك الفرقتين اللي بينافسوك اللي بيضايقوك هيقعوا، هيقعوا كتير. وما اعتقدش ان التعثر الوحيد لسه فكره انك انت بقى توجب مع نفسك اول 10 جولات خصوصا تطلع باكبر قدر ممكن من النقط وهي علامه كامله يبقى زي الفل. وبعد ما تخلص المرحله دي نخش بقى في مرحله الاستمراريه انك تكمل نهايه السنه، اللي هو بقى مرحله الفيل هيقع وكل الكلام ده والكلام الظريف ده. بس انت اعمل ده الاول، بعد كده نشوف المرحله اللي بعد كده. بعد 10 جولات نرجع كده ونحلل بعد كده ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. نيجي بقى للسلبيه الوحيده في الماتش، وهي اصابه ساكا. ومش بس ساكا، كمان معاه اوديجارد. طلع ارتيتا قال انه مش مبسوط لاصابه اللاعبين الاثنين، وكما افتقدنا
كاي هافرتز. التصريح مش موفق من ارتيتا، ليه؟ لانك الكلام ده بتقوله قبل ماتش مهم قوي ضد ليفربول، فكانك بتحط مبررات للخساره من قبل ما تخسر. استنى بعد الماتش، خلص ماتشك، اطلع قول والله انا بعاني، كنت مصاب مني كذا وكذا وكذا. حط مبررات بعد الماتش. انت كده بتحط في عقل اللعيبه احنا لو خسرنا عادي يعني هنعمل ايه يعني، كتر خير. ركز، انا بلعب على الكرات الثابته، هحاول اخطف في كذا حاجه تقدر تخليك تركز على الماتش. فالتصريح ما كانش كويس من ارتيتا من وجهه نظري، لكن ماشي يعني هو معاه حق في الاول وفي الاخر، انت مش قادر تلوم، هو معاه حق. الاصابات اللي حصلت للفريق هد، خصوصا ان هم 3 نجوم للفريق. انا زعلان على ساكا جدا لان بحب لعب ساكا قوي، وشوف حتى الهدف اللي جابه هدف عالمي، وساكا على طول طول في الملعب بيبدع. كثره الاصابات لساكا دي معناها حاجه من الثلاثه، ما هي عنده اصابه مزمنه، يا اما بيستعجل انه يرجع بسرعه، او بيحمل على نفسه مجهود بدني اضافي. فاحنا محتاجين نعرف ايه السبب اللي بيخلي ساكا بيتصاب اكتر ما بيلعب. هل السبب في المجهود البدني اللي بيعمله؟ نبقى نظبط الموضوع ده شويه. لو بيستعجل انه عايز يرجع بسرعه يهدى، حرام ساكا هيتدمر كده بسبب اصابات، حرام لعب شبه ده تنهي الاصابات بالمنظر ده. بس وسط كل ده ارسنال بيعلن ان هو تعاقد مع صفقه ثقيله جدا، وهو اللاعب ايزي من كريستال بالاس. يعني في حد في الكومنتات كاتب لي في ماتش ارسنال مانشستر يونايتد انه زعلان قوي ان مضيع عليهم صفقه ايزي. اهو يا عم ابسط خلاص، ايزي بيلعب حاليا في ارسنال، لعيب كويس عنده خبره كبيره، كان بيلعب اصلا في الارسنال ولما راح كمل في الدوري الانجليزي ولعب 150 مباراه. فانت بتتكلم ان هو عنده خبره، مش هيخش بقى في فكره ان هو يتاقلم ونشوف ايه، لا هو بيلعب في نفس الاجواء في نفس البيئه، اللي اختلف التيشيرت بس. ممكن الضغوطات اللي هتتحط تكون ازيد شويه بحكم ان هو ارسنال مش كريستال بالاس يعني، لكن الاختلافات مش كبيره، مش لاعب جاي من الدوري الالماني او الدوري البرتغالي ولسه هيتاقلم ولسه نشوف هينجح ولا لا. لا، فدي صفقه قويه جدا جدا لارسنال، اللي متوقع المفروض يعني الصفقه دي تكون صفقه ناجحه لارسنال، هيبان طبعا مع الماتشات. فبس ارسنال حاليا فاز في ماتشين، طالع 6 من 6، عنده سلاح الكرات الثابته اللي اصبح سلاح فتاك، ومهاجم قدم اوراق اعتماده بالهدفين اللي جابهم ماتش النهارده. الدنيا لحد اللحظه اللي بكلمك فيها زي الفل مع ارسنال، وهنشوف اللي جاي هيكون في ايه بالظبط. خلاص كده خلاص، بكون انتهى الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.